عارفه اعمل ايه، مش عارفه. في ايه يا باربي؟ هتعملي ايه في ايه؟ مش فاهمه انا. ايه ده سكيبر، انت واقفه من امتى؟ واقفه بقالي اكتر من 10 دقايق عماله انده عليكي واقول لك يا باربي يا باربي، وانت عماله تفكري ودماغك تلف وتدور، وفي الاخر بتقولي اعمل ايه؟ هتعملي ايه في ايه؟ هعمل ايه في ايه يا سكيبر؟ انت مالك انت؟ حاجه مالكيش فيها. الله يخليكي يا باربي، قولي لي. احنا اصحاب، احنا مش اخوات بس يا باربي، ما انت عارفه بتحكي لي كل حاجه، جت على دي يعني قولي لي في ايه؟ ما فيش حاجه يا سكيبر، كان نفسي اعمل مشروع زي صاحباتي، كل واحده عامله مشروع، اللي عامله مشروع قناه ونجحت وبتقبض منها، واللي بتبيع خرز في النادي وفي المدرسه، العقد يعني والاسوره والحاجات اللي بيعملوها دي، انا كمان بشتري منهم، بحب الخرز جدا، واللي بيبيع هدوم، يا بنتي ده المدرسه اتقلبت بقت سوق. ايه ده بجد يا باربي؟ فكري معايا يا سكيبر، فكري معايا اعمل ايه؟ عايزه اعمل مشروع زيهم. خلاص يا باربي لقيت لك فكره هايله. ايه هي يا سكيبر؟ قولي بسرعه. انت كمان اعملي مشروع خرز، انا عارفه ان انت بتحبي الخرز جدا يا باربي، وبتحبي العقد وبتحبي الاساور والخواتم الخرز وبتعرفي تعمليهم، وبعدين انت شاريه جوه، خليتي ماما اشترت لك خرز كتير قوي وعلب خرز، يعني اعملي المشروع ده بقى خلاص. ايه ده بجد يا سكيبر؟ واو بجد فكره هايله. ايوه فعلا انا بحب الخرز جدا وبحب اعمل بيه وبعرف اعمله، على فكره بعرف اعمله. طب ما انا عارفه يا باربي، ما انت اللي عملتي لي العقد اللي انا لابساه ده، ولا نسيتي؟ لا ما نسيتش فعلا يا سكيبر، شكرا ليكي يا سكيبر. العفو يا ستي باربي، يلا يا ستي اي خدمه، اديني بقى ايه جبت لك فكره روعه. يا ريت ما تنسينيش يا باربي في المشروع بتاعك. حاضر يا سكيبر، باي يا باربي بقى، انا هلحق المدرسه يا دوبك هتاخر. خلاص يا سكيبر روحي انت بقى. واو الحمد لله خلصت، عملت اكتر من 20 عقد و30 اسوره، وعملت ميداليات وعملت حاجات حلوه قوي. يا رب بقى تجيب سعر حلو واعرف ابيعها بقى في المدرسه ومع اصحابي وكده يعني. الله حلوين قوي. انا بفكر كمان افتح جروب وابيع فيه الحاجات الاكسسوارات اللي انا عاملاها. يا سكيبر شكرا ليكي على الفكره الحلوه دي، كان غايبه مني فين دي. الله حاجات جميله، وكمان انا حاطه هنا كمان على السرير ده حاجات كتير قوي، بس يا رب اعرف ابيعهم. طب يا ترى اكتب الاسعار ايه، ولا هندع تاني على سكيبر واقول لها اكتب الاسعار كام دي ولا ايه؟ خلاص مش مهم الاسعار، انا هجيب الاسعار من على النت وهشوف الحاجه دي يعني يا دوبك عامله كام واعمل زيهم، هبيع زيهم، هكسب كتير. صباح الخير يا بنات. صباح الخير يا ميس. صباح الخير. ايه ده يا بنات؟ امال فين باربي؟ ما نعرفش ميس، هي لسه ما جاتش. اصلها يا ميس، اصلها ايه؟ قولي. اصل باربي يا ميس عملت مشروع ايه؟ هتبيع خرز يا ميس على باب المدرسه، حضرتك مش عارفه ولا ايه؟ لا مش عارفه. وايه موضوع المشاريع اللي عمال تعملوها دي؟ اللي بيع لي سندوتشات على باب المدرسه، واللي بيع خرز، واللي بيع شيبسي وحاجات حلوه. ايه ده؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده انتوا بقيتوا ماديين جدا. هنعمل ايه يا ميس؟ بنكسب فلوس عشان نطلع الرحله وعشان نجيب حاجات حلوه ونجيب لنفسنا في ايه يا ميس يعني، عشان نعرف نحوش بعد كده لما نكبر. يا ده انتوا فظاع جدا، فظاع خالص، بقيتوا ماديين خالص. يلا عشان نبدا درس، ولما تيجي باربي بقى بالسلامه يبقوا نقلوها درس، خليها تتاخر بالخرز بتاعها لما نشوف الخرز والحاجات اللي بتعملوها دي هتنفعكم ولا هتعمل فيكم ايه بعد كده. شكلكم هتسقطوا السنه دي. بس ليه كده بس يا ميس؟ ليه يا ميس حضرتك بتفول علينا ليه بس؟ الله ننجح ونطلع من الاول كمان. يا رب يا حبيبتي انت وهي، نفسي طبعا. هو انا يعني ارضى لكم حاجه وحشه يعني؟ ايه ده باربي؟ الحمد لله على السلامه يا باربي. الله يسلمك يا روانزل. هي يا باربي اخبار المشروع بتاعك؟ في ايه يا جماعه؟ طب استنوا لما الميس تخلص وتمشي. يا ست قولي ما هي خرجت تجيب حاجه وجايه. لا ده انتوا ما تعرفوش انا عملت ايه. ده الشنطه عمرانه مليانه خرز ومليانه علب الخرز وكل حاجات تخص الخرز واساور وعقد وحاجات كتير قوي، انا عامله حاجات كتير قوي يا روانزل. واو يا باربي، طول عمرك شاطره يا باربي، انا فعلا كنت بحب الحاجات اللي انت بتعمليها. خلاص يا باربي انا هشتري منك، وانا يا باربي اعملي حسابي، وانا يا باربي الله يخليكي، بس ورينا انا الاول عشان اشوف الحاجات اللي هتعجبني الاول. يا بنات خلاص بقى لما نخلص الحصه بقول لكم، عشان كمان انا كلمت عمو البواب قلت له يعمل لي ترابيزه ويعمل لي كرسي وحاجات عشان ابيع فيها، حاجات كده عشان ابيع عليها يعني على باب المدرسه. بعد المدرسه هوريكم كل حاجه. ايه ده يا باربي؟ هتقعدي على باب المدرسه يا باربي؟ ايوه فعلا يا باربي. ايه ده؟ طب ما تورينا هنا في الفصل. لا يا حلوه انت وهي، هطلع على باب المدرسه وانا هبيع لكم انتوا بس، انا هبيع المدرسه كلها والمدارس اللي جنبنا كمان. يا بنت اللذينه، ده انت طلعت قروبه. اعوذ بالله، الله اكبر. ايه ده يا روبانزل؟ انت بتقري عليا ولا ايه؟ حرام عليكي، ده لسه اول يوم النهارده، ما اعرفش اصلا المشروع هينجح ولا لا. طول عمرك ناصحه يا باربي. الله اكبر. خرز عقد، اساور خواتم خرز وعقد خرز واساور خرز. مين اللي عايز؟ باربي. نعم عايزه ايه بسمله؟ هاروكي يا باربي، العقد الاصفر ده بكام؟ ب 35. طب اتفضلي يا باربي، ممكن تدهني لحظه واحده بسمله اجيب لك شنطه. خرز عقد واساور خواتم وحلق، كله معمول من الخرز. خرز. يا باربي يا قروبه فعلا. دي الحقيقه يا روبانزل، ده قربت تبيع الخرز كله، طول عمرها شاطره وقروبه. باربي دي ناصحه. حرام عليكي بقى، كفايه كده يا روبانزل، كفايه احنا نازلين قر عليها من الصبح. قر ايه؟ انت شايفه حصل لها ايه يعني؟ ما عماله تكسب زي النحله اهي. خرز اللي عايز خرز واللي عايز علب خرز، انا عندي علب خرز واساور وعقد وحلق. يا باربي. ايوه يا ليلى حبيبتي.
عايزه حاجه؟ ايوه يا باربي. معلش، العقد الجامايكا ده عامل كام؟ والاسوره بتاعته والختم بتاعه الطقم كله على بعضه. العقد لوحده عامل 35، الطقم كله على بعضه عامل 75 يا ليلى. لو عايزه خدي بسرعه قبل ما حد يشتريه. هاتولي يا باربي بسرعه، حطولي في شنطه الله يخليك قبل ما حد يجي ياخده. حاضر من عينيا. ايه ده؟ في ايه؟ امال احنا مش ناصحين ليه؟ ما بنعرفش نعمل زيها ليه؟ انا مش عارفه البنت دي جابت النصيحه دي كلها منين. طب تعالي نسالها الاسعار كام. ايه ده؟ انت هتشتري يا ميادة؟ مش هتشتري ولا هتزفت. انا هحسب بس يا بتبيعي كام عشان اعرف هتكسب كام النهارده. فكره حلوه برضو، يلا بينا. خرز واساور، اللي عايز خرز. خلاص يا جماعه، انا خلصت الخرز اللي معايا كله، مفيش غير الاساور اللي في ايدي دي. يا تلحقوا يا ما تلحقوش. قربت ابيع كله، الحقوا بسرعه. يا تلحقوا يا ما تلحقوش. فاضل دول بس معايا. ايه ده؟ الحقوا يا روبنزل، ده بعت كله على الترابيزه. فعلا يا ميادة، ده ما حاش الا شويه الاساور اللي في ايديها بس. حتى علب الخرز اتباعت كلها. واحده قالت لها خليهم لي بعد ما تنسى حاجه اخدهم. ايه ده؟ والعلب دي كمان؟ الله. تعالي نسالها اجيب الحاجات دي منين وبكام عشان نعمل زيها. خرز انا بعت كل اللي معايا. اللي عايز فاضل دول بس يا جماعه. يلا يا جماعه، الحقوا يا تلحقوش. خرز